السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم وهو التحصينات الضرورية للأغنام والماعز خلال العام. في نهاية الفيديو هنتكلم عن بعض النصائح المهمة بالنسبة للتحصين وعن التعامل مع الإناث العشار أثناء التحصين. أول تحصين أحب أتكلم عنه اللي هو التحصين ضد الكوليستيريديا أو التحصين بلقاح الكوليستيريديا الجامع، والتحصين ده بيستخدم في تحصين الحيوانات ضد 8 أمراض اللي هم التسمم المعوي، ديزنتريا الحملان والكلوى الرخوة والتفحم العضلي والستراك والكزاز والمرض الأسود وغرغرين العضلات. يعني دول 8 أمراض، وبيتم التحصين تحت الجلد والفاصل الزمني بين الجرعتين، يعني هو بيتحصن بجرعتين فاصل بينهم 3 أسابيع، ويعاد التحصين كل 6 شهور يعني في السنة مرتين. بالنسبة للمواليد، لو المولود مولود من أمهات محصنة يحصن بعد الولادة ب8 أسابيع، لو من أمهات مش محصنة يحصن بعد الولادة مباشرة أو بعد الولادة بأسبوع، مفيش أي مشكلة. تاني تحصين من حيث الأهمية هو لقاح البستريلا أو التسمم الدموي، وده في لقاح موجود عندنا اسمه النيموباك، ده بيستعمل للوقاية من مرض الالتهاب الرئوي اللي بتسببه ميكروبات البستريلا بأنواعها المختلفة. بيتم تحصين الحيوانات بجرعتين تحت الجلد بينهم فاصل زمني 4 أسابيع، ولكن في العشار بيكون الفاصل الزمني من 6 ل 8 أسابيع. والحيوانات المولودة من أمهات محصنة يتم التحصين الثاني عند عمر 8 أسابيع، والحيوانات المولودة من أمهات غير محصنة بيتم التحصين عند عمر أسبوع، وبيعاد التحصين سنويا بجرعة واحدة، ويفضل التحصين قبل موسم الشتاء بشهر واحد. ثالث تحصين من حيث الأهمية هو لقاح البروسيلا أو الحمى الملطية، وبيتم الحقن تحت الجلد ضد الإجهاض المعدي قبل سن البلوغ ب3 أو 4 شهور مرة واحدة في العمر، حيث يعطي مناعة طويلة الأمد قد تستمر مدى الحياة. رابع لقاح من حيث الأهمية هو لقاح جدري الأغنام، لقاح لتحصين الأغنام طبعا والأبقار والماعز ضد مرض جدري الأغنام أو لحماية العجول من مرض الجلد العقدي. طبعا ما ينفعش تحصن الأغنام المريضة أو المجهدة أو بعد النقل لمسافات بعيدة، ولا تحصن الحيوانات بأي لقاحات أخرى لمدة أسبوعين على الأقل قبل أو بعد التحصين بلقاح جدري الأغنام. والحملان الصغيرة يمكن تحصينها عند عمر 3 أو 4 شهور، ويكرر بعد كده كل 6 شهور. والزجاجات الفارغة وبواقي اللقاح المفروض ان هي تعدم بعد التلقيح. اللقاح رقم 5 هو لقاح الحمى القلعية، بيستخدم لحماية الأغنام والماعز من مرض الحمى القلعية، وبيحقن الحيوان تحت الجلد في منتصف منطقة الرقبة بجرعتين بينهم 3 أو 4 أسابيع. طبعا اللقاحات دي هي اللقاحات المهمة، بالذات أول 3 لقاحات هم أهم 3 لقاحات، وبعد كده في لقاحات بتستخدم في مناطق ممكن تكون موبوءة بمرض معين زي طاعون المجترات الصغيرة، وعملنا عنه فيديو. في أماكن هتكون موبوءة هتحتاج لقاحات أخرى، ولكن أنا حبيت أذكر أهم اللقاحات بحيث الناس ما يحصلش عندها لبس في الموضوع. أهم 3 لقاحات هم ال3 لقاحات الأولانيين، والاثنين التانيين مهمين ولكن في مرحلة أقل منهم ولكن مهمين أيضا، وهناك لقاحات أخرى يمكن استخدامها في بعض الأماكن حسب نوعية المرض المنتشر في الأماكن دي. طبعا كل التحصينات دي فيما عدا البروسيلا مفيش منها أي خطورة على الأمهات الحوامل. البروسيلا فقط اللي تعطى قبل مرحلة البلوغ ب3 أو 4 شهور، وممكن تعطى للنعاج اللي هي الفضية، ولكن النعاج العشار يمنع منعا تاما ان انت تعطي لها لقاح البروسيلا. طب وليه بعض النعاج بتجهض بعد التحصين؟ طبعا رقم 1 التعامل الخشن في اثناء عملية المسك واثناء عملية إعطاء اللقاح، بيكون في صدمات متتالية للنعاج اللي هي الحوامل، وبالتالي ففي إمكانية كبيرة إن ممكن يحصل عملية إجهاض. السبب الثاني إجهاد الحيوان وهزاله وسوء التغذية ونقص الفيتامينات وانخفاض مناعة الحيوان، ده كله بعد التحصين بيأثر الحيوان، وبالتالي بتلاقي عندك بعض حالات إجهاض. لذلك قبل التحصين لابد من تحسين الدفع الغذائي للحيوانات وإضافة الفيتامينات ومعالجة الطفيليات الداخلية والخارجية قبل التحصين، تتأكد إن حيوانك صحته كويسة. ولو انت شايف ان قطيع الحوامل عندك هزيل او مصاب بسوء تغذية او طفيلات داخلية وخارجية، المفروض يعني بلاش تلقحها غير بعد ما تظبطها شوية،
لأنها هيحصل لها إجهاد بسهولة. وتجنب التحصين في درجات الحرارة المرتفعة، حصن صباحا أو مساء بعيد عن درجة الحرارة المرتفعة. ده اللي عاوز أوضحه لحضراتكم النهاردة. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة، ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.